السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا معكم. إن شاء الله النهاردة نعمل البشاميل. كوباية دقيق وكوباية سمنة على زيت. وهنعمل أحلى بشاميل في حلة سخنة على النار، وهسخن السمنة والزيت مع بعض، وهنزل عليهم بالدقيق زي ما انتوا شايفين. أول ما حطيت الدقيق بدأ يحمر على طول، وبسوي الدقيق شوية، بديله نوع من أنواع التحميصة خفيف، بيبقى طعمها جميل جدا وبتفرق في الطعم. تمام. وعندي هبدأ انزل عليها لتر من اللبن، اللتر من اللبن الصافي البلدي بتاعنا. بيبقى فيه القشطة بتاعته، بيبقى طعمه لذيذ وحلو. انا بحمص الدقيق، ابدأ انزل عليه اللبن. ما تقوليش اصل اللبن كتير، لا، هقولك هو هيتقل مع الدقيق وكميته دي هتقل شوية. وعندي التركايه اللي دايما ما بستغناش عنها، ومبقدرش اعمل مكرونه بشاميل من غيرها، ان انا لازم احط شوربه، لازم نحط معاها. انا حطيت لبن مثلا، بحط مثلا تلات كوبايات او كوبايتين شوربه بالكتير. لو كوبايتين زي كوبايه الشاي كده، بيبقى كوبايتين شوربه مع اللبن، بيديها طعم في حته تانية خالص. الناس اللي بتعمل بشاميل باللبن بس ده لا، ما بيبقاش، مش هيبقى طعمه حلو زي كده، بتفرق في الطعم. هبدأ اظبط لها بعد كده الملح والفلفل الاسود والبهارات بتاعتها، هي مظبوطه، ولكن بس كانت عايزه سنه ملح بسيطه، فلفل اسود، وهنا كزبره ناشفه. وابدا اقلبها وعلى نار هاديه جدا. ببدا بخليها تغلي بطريقه بطيئه عشان ما تتحرقش من على الجنب ومن جناب الحله او الاناء اللي انت حطاها على النار كده، تقل كويس خالص. ببدأ ان انا اشيله على جنب واسيبه يبرد تماما. هنا بعد ما برد الدقيق، هنا ده القوام بتاعه. انا هنا كنت سلقه مكرونه، واعمل مكرونه بشاميل. المكرونه اللي بسلقها، انا مش بسلق المكرونه 100%، انا بسلقها 75%، يعني 3/4 سوا. وبتبقى لما باجي بدوقها بلاقي المكرونه لسه عايزه تستوي شويه، بتبقى طعمها حلو. غير لما انا احطها مستويه على الاخر مع المكرونه، بتتهري وبتتفتفت، وبيبقى طعمها مش حلو خالص. انا هنا عندي صينيه، الصينيه اللي انت حابه تعمليها. معيار البشاميل اللي احنا هنعمله النهارده ده يعمل صينيتين وسط، يعمل صينيتين وسط. هنا فرشت في الارضيه الماده الدهنيه، وتفلتها بشويه دقيق عشان ما تلزقش فيها، وحطيت عليها معلقه بشاميل. نزلت المكرونه، والمكرونه حطيت عليها بشاميل. ما بحبش اقلب البشاميل مع المكرونه، بحب احطه عليها كده. وابدا احط اللحمه المتعصجه زي ما انتوا بتحبوا تعصجوها، ولكن بكتر فيها الطماطم او الصلصه، عصير طماطم او عصير او الصلصه مع بعض، واسيبها تتسبك على نار هاديه مع تظبيطه التوابل اللي فيها، بتبقى جميله جدا. لو خدنا بالنا هنا في زي الطماطم باينه فيها. وابدا احط على اللحمه المتعصجه، هبدا احط عليها معلقتين من البشاميل، بتديها طعم حلو، بتخليها جوسي. احنا عايزين ناكل المكرونه ما نلاقيهاش محجره او زي قطعه كده كامله، عايزينها قطعه ماسكه نفسها، ولكن مش ماسكه نفسها ناشفه، ما تبقاش متجبسه زي ما احنا بنقول. هنا بحط عليها بشاميل على اللحمه، وبعد كده بنزل عليها المكرونه اللي هي الطبقه التانية من المكرونه. الطريقه دي جميله وحلوه، يعني شايفين المكرونه مش مهريه وماسكه نفسها. وعندي هنا البشاميل، هبدأ احط عليه اللي هي البشاميل اللي هيتحط على الطبق من فوق، احط عليه بيضة، وابدأ اقلبه